وانا في طريق الجامع تقريبا كده دخلت على بارك للاصنام. احد يا ولاد المشرك. كده التحدي بتاع النهارده ان انا ما بعرفش اعمل الحكايه دي نهائيا. مش عارف الموضوع ده هيمشي اصلا ولا لا، ولا ان انا هعملها اصلا ولا لا. مجرد تحدي، يمكن يتعمل ويمكن ما يتعملش، مش عارف. طيب هي دي الاطلاله المفروض ان انا كنت اجيها. بكره عندنا مشوار مهم جدا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ فانا لحقت الحمد لله وجبت واحد تاني. ما كانش عارف انا كنت جاي هنا موسكو عشان ايه. كنت جاي عشان الموضوع. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. مش بردان انت؟ محتاج تنضف مناخيرك يا معفن. فين انا فين دلوقتي؟ انا دوت. هي دي واحده ست، خد بالك. مش فاهم كاتبين ايه، وليها اجنحه وماسكه سيخ حديد. ده اللي ورا ده ايه؟ طور ده؟ طور وواحد عامل حاجه. ايه ده؟ ست الزعنفه؟ الست المتطلقه؟ مش فاهم حاجه، استر يا رب. ومين جده ده؟ ايه ده؟ جده المتشعلق؟ ايوه يا عام، تلعب عقله انت. ده ايه ده؟ مين دول؟ مين دول؟ وده ايه ده؟ ده الكبير جوه ده تقريبا. ده اللي ده تقريبا، ده العزة ده ولا ده ايه؟ مش عارف. بقول لكم انتوا عايزين نخش لكم جوه صح؟ وسط التلج ده. هخش لكم من عينيا، بس نفهم ده ايه؟ نفهم ده ايه؟ دي الست الايه؟ تلعب جله ولا انت بتلعبي ايه؟ انت بتلعبي ايه حاجه؟ انت اللي ايه الكره دي؟ ودي بطيخه دي. اخش لكم جوه التلج. التلج غويط قوي، مش عارف. بس هخش. خش. يا نهار ابيض، هو انا مش شايفك ازاي؟ 5 في وش الحسد. ده الحصان الطائر يا جماعه، ده بتاع سندريلا والشباب دول تقريبا يعني. ايه على الغزال؟ تعال يا غزال. الغزاله دي ولا دي نعجه دي ولا ده ايه؟ هوبا. ادخل وسط التلج والله عشان بس نبقى فاهمين ايه ده. دي غزاله تقريبا، ده قرنها، ده عينيها فكها، ودي رجل بني ادمه رايحه فين. يا لهوي يخرب بيتك كده. مش بردانه؟ ماشي. ده ايه؟ هو وحيد القرن، وهو من رجله حصان ومن وشه ارنب ده ولا ايه؟ مش بردان انت؟ محتاج تنضف مناخيرك يا معفن. ده القرن بتاعه ما شاء الله شغال. دي ايه دي؟ الحاجه الايه؟ الحاجه العازفه. ايوه حاجه. شايف على سنك اللي انت بتعمليه ده؟ ايه دي؟ ربابه دي ولا ايه؟ في واحد ورا، واحد ورا قاعد ده. في كتير قوي. ايوه قله الادب والسفاله. بحب من الرومانسيه. يقول لك الصنم الرومانسي. بص الصنم الرومانسي دوت يحكى ان هو كان بيحبها وهي بتحبه، واهلهم رفضوا ان هم يتجوزوا، فحطوا لبعضهم كده. واحد جه واحد بتاع اسمنت صب عليهم اسمنت فطبعوا كده. فده يقال ان هو حقيقي يعني. والله اعلم. طبعا انا بحاول اجتهد. عمود السواري بتاعنا يا حراميه يا اولاد اللذين. عندها مش عارف بيعمل ده اللي في النص ده اكبر واحد ده. مش ده عمود السواري ده ولا ده ايه؟ ها؟ مش انت بتاعنا انت؟ مصري انت ولا ايه؟ مش من مصر لا. هم اللي عاملينه برضه. ايوه يا حاج. الحاجه وابنها. ده اسمه تمثال الامومه. خد. ايوه يا جامد انت. ايوه يا ولا. اوعى التسريح. خد تعالى. واقف عامل كده ليه؟ انت زعلان؟ السلام عليكم، ازي حضرتك عامل ايه؟ بس الصنم. صنم مين ده؟ كله باجنحه كده؟ التمثال بقى باللي انت عايزه يا باشا. كله يعمل اللي هو عايزه. ايوه يا حاجه. اوعى الستايلش. اوعى اللي مش مفهوم. ماشي يا جماعه. احد فين سيدنا ابراهيم؟ انكم كان زمانه فشوشكوا على الارض دلوقتي والله العظيم. انا واقف دلوقتي قدام حاجه جميله جدا بصراحه. شكلها حلو وحجمها كبير قوي وتفاصيلها جميله بصراحه قوي 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 يعني. بصوا كده. ايه ده؟ ايه ده وايه الجمال ده؟ ومين القبطان اللي قاعد جوه ده؟ ايه ده؟ حلو قوي، شكلها حلو قوي بجد يعني.
اللهم لك الحمد، لسه مخلصين صلاة قدامهم كده مكان صغير بيبيع حاجات برضه اكيد اسلامية، فواحد جاي بصراحة. خلينا نخش نشوف كده عندهم ايه عشان ناكل ونتكل على الله في السريع، عشان خلاص مش باقي غير ساعة ونرجع للسفارة يعني بإذن الله. عندهم زي سمسم، جبت 2، واحدة فراخ واحدة لحم. دي بإذن الله. اللهم لك الحمد، بعد ما خلصنا واستلمنا شهادة الفيش خلاص. دلوقتي بقى ننزلها مصر ونكمل هي هناك بإذن الله. بس حاليا إن شاء الله متجهين لموسكو سيتي، هنسأل كده على حاجة لواحد صاحبنا عشان هناك في مكتب التوثيق وبس. الدنيا زحمة جدا في المترو بصراحة. رحلة البحث عن باب الخروج اللي احنا مش لاقيينه، فيا مسهل الحال يا رب، عشان احنا بقالنا 10 دقايق ولا حاجة بنلف جوه نفس المحطة ومش عارفين نطلع. يا رب يا رب. عارفين انا فين دلوقتي؟ انا في موسكو سيتي. احنا داخلين مول بره كده قريب من هنا جنبهم على طول، شكله جامد جدا، يلا نشوف ايه. يلا بينا. ده عم شاب قابلنا في الهوستل، كان برضه كان جاي معانا من يكاترين، بس قابلناه صدفه كده سبحان الله. فيلا كنت جاي لوحدي عشان ابقى لوحدي، الشله كلها هنا، وبكره راح اقابل واحد صاحبي تاني برضه. سبحان الله. خير، انت تريد انا اريد، والله يفعل ما يريد. وعدنا إليكم من جديد في المكان المحبب إلى قلبي، سبار. مش عارف ايه اللي بعد كده، بس المكان اللي كنا بناكل فيه امبارح بناكل فيه النهارده، وكان فيه اول امبارح وهناكل فيه كل يوم تقريبا. النهارده بقى مشروب جديد، مشروب الجنزبيل السحري، وجبنا اكل جريشكا او الحنطه السوداء، ومعاها من فوق ديك رومي، يعني صدور ديك رومي مع خضار مشوي. فنجربها النهارده كده وان شاء الله تطلع لطيفه ولذيذه. بالهنا. انت جبت ايه؟ جبت من مكان تاني مش بينفع، جاب مخيطه بس من عندهم، حد بينفعهم وميه وخلاص. لطيف. دي كورن مشوي يعني مستوي كويس، والخضار كمان حلو، بس نفس فكره الخضار المره اللي فاتت، زيت كتير قوي يعني، هما بيحطوا زيت بالعبيط بصراحه، مش عارف ليه. ايه ده؟ ايه ده يا جماعه؟ ايه اللي احنا فين ومين دول؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الحمد لله. ايه ده؟ الباب بيفتح لوحده، يلحق. ده في تي بي، بنك في تي بي. يا سلام. وفي جيم هنا كمان. تخيل جيم الاشتراك هنا ممكن يبقى بكام مثلا؟ 3 مليون مثلا. 5 مليون. ايه ده يا جماعه ده؟ تخيل انت مكتبك هنا مثلا، يعني مكتبك مثلا ممكن يبقى هنا كده، تقعد تدرس، تقعد تشوف الدنيا، تخلص شغلك وتشوف بقية الحاجات دي هنا. واو بجد، واو. الحمد لله. شايفين
المترو بتحود ازاي زي الدودة. يعني هو يمكن دلوقتي بقى بس يمكن ربع المترو اللي باين، او عربيتين كمان قدام باينين. شوفوا لما يستقيم دلوقتي هيبان قد ايه. شايفين قد ايه بان؟ عشان الحمد لله المحطة اللي عايزين نوصل لها، بس مفترض دلوقتي بقى هنركب ايه؟ هنركب خط 5 اهو هناك اهو، مفترض نمشي له كده اهوت. يلا بينا. الحمد لله ركبنا المحطة التانية دلوقتي، الخط التاني هننزل بعد 4 محطات، نركب خط كمان محطة واحدة وهننزل ناخد اتوبيس بإذن الله. ايه رأيك في المترو؟ لسه بقول دلوقتي كل ما اركب مترو بيبقى شكله مختلف عن المترو اللي قبليه، في احدث في اقدم، حتى يمكن انتوا تكونوا خدتوا بالكم ان الديزاين دوت شوية مختلف كده، بس كلهم جمال. زي ما انتم شايفين في زي ساعة كده هناك بتعد تقول لك المترو قدامه قد ايه بالظبط. وحاليا متجهين ان شاء الله الى اخر محطة، وهي محطة الاتوبيس اللي هنركب منها للبيت. يلا بينا. الحمد لله وصلنا لمحطة الاتوبيس اللي هنركب منها للبيت ان شاء الله. الاتوبيس قدامه ممكن 20 دقيقة ولا حاجة. فاكرين ان المحطة المرة اللي فاتت لما جينا وقفنا اليمة التانية شوية وبعد كده الاتوبيس جه واكتشفت ان انا واقف في المحطة الغلط، فاحنا بنركب من نفس المحطة. دي المحطة الصح اللي احنا هنقعد فيها، والمحطة اللي هناك الصغيرة دي هي دي المحطة اللي كانت الغلط المرة اللي فاتت. بس محدش بيتعلم بالساهل. لله الحمد لله ركبنا دلوقتي الاتوبيس الاخير اللي هيودينا للبيت ان شاء الله. الحمد لله وصلنا الى المنزل السعيد. الحمد لله على السلامة يا رجالة. خلاص بقى نطلع نرتاح شوية، ناخد لنا دش الجميل وننام. بكرة ان شاء الله عندنا يوم جميل جدا، هنقابل واحد من صحابنا الجمال في مطعم جديد ان شاء الله. اتمنى يكون حاجة جميلة كده ويبقى يوم جميل ان شاء الله. يلا. ولا هنا سادتي والسادة انتهى حلقتنا هذا اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله.